لما بقول للام هو 3 سنين ليه لسه مفكرتيش في حضانه؟ اللي هو 3 سنين ده صغير جدا. وبعدين هو مش مضايقني في البيت عشان اوديه حضانه، وبعدين حرام يعني انا انام الصبح وابني يروح حضانه. بيبقى ضميري بيأنبني انه اقومه الصبح ويروح وكده، فحرام. كمان انا بخاف عليه جدا. طيب بصي يا ماما، تعالي نحسبها مكسب وخساره. اولا انه الطفل يقعد في البيت، او انه حرام اقومه الصبح. انت بتمنعيه من فيتامين دي، وبتيجي بعد كده تقولي ده الطفل طلع عنده نقص فيتامين دي وعنده نقص كالسيوم ومش بياكل وبيصحى زهقان وقرفان وبحس ان هو كده قاعد مكتئب ومش عارف ايه. انت بتمنعيه من فيتامين دي، بتمنعيه من ان هو يشوف شروق الشمس والصبح ويبقى عنده نشاط، وانه عقله يبدا يركز ويستوعب. كمان بعد كده لما يجي يروح المدرسه هو خلاص جهازه العصبي اتعود ان انا ما بصحاش فتره الصبح. فلما تيجي تصحيه فتره الصبح تلاقيه مقريف وعايز ينام، وبيروح ينام في المدرسه ومش عايز يركز، والمدرسين بيشتكوا منه. ويجي ينام بعد المدرسه ويفضل صاحي طول الليل ومشقلب نومه وحياته كلها بايظه لانه جهازه العصبي اتعود على كده. نيجي بعد كده انه الطفل لما ما راحش الحضانه بدأ انه ما يستخدمش المهارات وما ينميش مهاراته الاساسيه اللي هي بتساعده على التحصيل، اللي هي التركيز والانتباه الادراك الذاكره. هو ما استخدمهمش لسه بالسلوفانه بتاعتهم. فبالتالي لما بنيجي بقى نروح المدرسه هو خلاص الجهاز عطل، الجهاز مش شغال بقاله سنين، فخلاص خلصنا. هو مش عايز يشتغل ومش عارف يشغله، والموضوع تقيل جدا عليه وهو تايه. انتوا جايبيني هنا ليه؟ تمام. فانت بتحطيه فجأة في ان هو محتاج انه يحصل بطريقه معينه وقدره معينه وهو مش قادر يعمل ده. نيجي بعد كده مفيش اي مهارات بتمنعي عنه كل المهارات الاجتماعيه اللي ممكن يتعلمها في الحضانه، ويبدا ان هو يتعامل مع من هو صغير مع الاطفال، ويبدا يشد ويجذب معاهم وهات وخد ولا ومش عارف ايه، ويتعامل ياخد ويدي ويدافع عن نفسه، وامتى يدي لاصحابه وامتى لا، وامتى يلعب معاهم وامتى يروح يشتكي للميس وكده. وفجاه يلاقي نفسه دخل مدرسه الاطفال كلها بتعرف تتعامل وبتاخد وتدي مع بعضها، وهو قاعد هو غريب على المجتمع ده، مش عارف الاساليب والمهارات الاجتماعيه اللي ممكن يتعامل بيها في المواقف دي. خايف من الميس بتاعته وهم مستغربين، او بيتعامل بعدوانيه شديده لان هو لسه يعني الموقف جديد عليه. في حاجات، في مهارات اساسيه هو المفروض كان يتعلمها في سنين الحضانه انت حرمتيه منها لانك خايفه عليه، او ان هو اي حرام هقومه الصبح وانا هبقى نايمه في البيت، لا، او هطلعه في السقعه وكل الحاجات دي. كمان الطفل ربنا بيبقى مزوده بطاقه حركيه وعقليه علشان هو في الوقت ده محتاج يكتسب